صباح الخير. يا رب تكونوا جميعا في أحسن صحة وأفضل حال. كل سنة وانتوا كلكم بخير. يلا من نص كيلو دقيق هنعمل كام فطيرة كده حلوة قوي. بسرعة في الطاسة، ما بتاخدش وقت، مش هنفرد فيها كتير، مكونات سهلة وبسيطة، طريقة أسهل. في 10 دقايق هتكوني عاملة أجمل فطير بالشكل ده، طراوة وطعم جنان. يا رب إن شاء الله وصفة النهاردة تعجبكم. معاكم سهام إبراهيم. لو أول مرة تشوفوا قناتي ما تنسوش تدوسوا اشتراك وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد، ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك. هيكون معانا نص كيلو من الدقيق بما يعادل 3 أكواب ونص. وكمان هنضيف ليهم معلقتين كبار من السكر ومعلقة صغيرة من الملح. نخلط المكونات الجافة كده نقلبهم مع بعض. كمان هيكون معانا حوالي كوباية ونص من المية. هننزل الأول بكوباية وبعد كده تدريجيا ننزل بالنص التاني. الأول هننخل الدقيق كده بالمنظر ده. أي حاجة هتستخدموا فيها دقيق، سواء كيك سواء معجنات، المفروض ان انتوا تنخلوه مرة على الأقل عشان لو موجود فيه أي شوائب. فالخطوة دي برضو حلوة جدا، ممكن تستخدموا عنها، بس أنا بحب أنخل الدقيق في أي حاجة بستخدم فيها دقيق. هنقلب كده الأول نشوف هنحتاج كمية مية قد ايه. أنا هنا حطيت كوباية. هدمج كده الدقيق معاها الأول كده. هبدأ أعجن بإيدي الأول. ولقيت إن لسه في دقيق باين جدا في العجين، فهبدأ أضيف نص كوباية مية كمان وهعجن. ولو احتجت هضيف، ما احتجتش خلاص. مجرد ما هي تلم معايا، حتى لو كانت بتلزق شوية بالمنظر ده، فهي مع العجن الزيادة هتبقى عجينة ملساء زي ما انتوا شايفين كده. هي اتلمت معايا تماما، ولكن في تلزيقة كده بسيطة. لما هزود العجن دلوقتي هتكون عجينة حلوة جدا. اهو هرش رشة دقيق كده وابدأ بقى يعني بوكسات كتير في قلب العجينة. هنلاقيها بالمنظر الجميل الملساء ده. وهنسيبها تريح حوالي ساعة مثلا او نص ساعة. يعني كل ما ريحت شوية زيادة هيكون افضل. نغطيها بقى شوية كده زي ما قلت لكم، مش كتير، يعني لو مستعجلين هيبقى 10 دقايق ربع ساعة. لو في وقت معاكم سيبوها شوية، نص ساعة ساعة كده. بعد كده هنجيب العجينة بالمنظر ده كده ونقطعها حوالي 6 قطع 7 قطع على حسب يعني على حسب حجم الفطاير اللي انتوا عايزينها. لو عايزينها كبيرة شوية قللوا عدد القطع اللي هتعملوها بس. وبعد كده هنعملها كرات بالشكل ده كده. كمان في المرحلة دي هنحتاج نريح الكرات شوية شوية، مش كتير برضو. يعني لو احنا عايزين نعملهم كده على طول، كل مرحلة هنريح فيها العجينة هتكون حوالي 10 دقايق. برضو هتديني نتيجة حلوة جدا. هدهنها دهنة زيت كده بسيطة، ولو عندي استرتش اغطيها او اي كيس هحطه عليها عشان بس يعني ما يحصلش تشققات في العجينة من فوق. وريحتها شوية، وبعد كده حضرت طبق فيه زيت وطبق فيه زبدة بدرجة حرارة الغرفة، تمام، تكون زبدة لينة، او لو عندنا سمنة تمام برضو. هدهن السطح اللي هفرد عليه بالشكل ده كده زيت، وطول ما انا بفرد ايديا فيها زيت. ده هيساعد جدا في الفرد، ومش هحتاج نشابة ولا اي حاجة. زي ما انتوا شايفين بالمنظر ده كده العجينة بتتفرد حلو. كل لما هريحها اكتر هتتفرد اكتر. حتى لو اتقطعت معايا بالشكل ده، هو كل ده هيتطبق وهيتدارى تمام. بعد كده بقى عند المرحلة اللي يعني هطبق فيها بعد ما فردت العجين، هبدأ اخد حتت سمنة او زبدة كده وادهن بيها الفطيرة. كل لما اتني هاخد حتة وادهن بيها برضو. يعني حاجة بسيطة، بس دي بتخلي توريقة حلوة قوي في الفطير، وطبعا طعم الزبدة بيبقى رهيب. وكل لما اجي اطبق تطبيقة في الفطيرة افرد كده بالمنظر ده، هتتفرد معايا برضو سهلة قوي. طبعا التطبيقة بتاعة الفطيرة زي ما انتوا عايزين، يعني في طرق كتير قوي، بس انا بحب دي، بتعملي كده رقات كتيرة جوه الفطيرة حتى لو كانت صغيرة، تمام. وبعد كده بقى هلمها بالشكل الدائري ده عشان في الاخر تطلع فطيرة مدورة. خلونا نفرد كمان واحدة مع بعض. انا دهنت زيت تحتيها وكمان زيت وانا بفردها كده. الزيت بيسهل جدا الفرد، بجد مفيش اسهل من كده. يعني لو حد ما بيعرفش خالص ان هو يعمل فطير او ما جربهوش قبل كده، اظن ما يحسش ان الموضوع صعب ولا اي حاجة. وكل لما العجين ريح معايا اكتر هيبقى سهل في الفرد اكتر.
بس طبعا هو كده كده يعني ما شاء الله العجينة حلوة ومظبوطة قوي، فهي كده كده هتديني نتيجة ممتازة بإذن الله. كده فردنا كل الكرات اللي معانا، كل كرة فيهم عملت لي فطيرة كده بالمنظر ده. هاخد اول واحدة فردتها وابدأ افردها كده بشكل دائري، على قد ما نقدر نخليها دايرة كده منتظمة شوية عشان يبقى شكلها برضو عاملة زي الجاهزة اهو. احنا بنفردها على حسب الدايرة او حجم الفطيرة اللي احنا عايزينها. هنخلي سمكها حوالي نص سنتي، وبعد كده هنسخن طاسة على النار، على نار متوسطة مش عالية قوي، وننزل عليها بالفطيرة بالشكل ده. هتاخد دقيقتين على كل وش تقريبا، يعني اقل من 5 دقايق هتكون جاهزة معايا الفطيرة باللون الذهبي الجميل ده. وهو احنا مجرد ما بنحطها على الطاسة هنلاقي اصلا لون الفطيرة من فوق اتغير شوية، يبقى كده افهم ان هي الحرارة وصلت لها كلها. اقلبها على الناحية التانية تاخد لون ذهبي وهتكون جاهزة معانا بإذن الله. طبعا مفيش اسهل من كده خالص. وهخرجهم على طبق يهدوا بس كده شوية من درجة الحرارة، وبعد كده هلفهم في استرتش او في كيس، والفهم كمان في فوطة. ده هيخليهم طراي جدا، الناس اللي بتحب الفطير كده طري خالص زي ما هتشوفوه معايا دلوقتي. هخلص كل الكمية بالشكل ده. نص كيلو دقيق عمل لي 6 فطيرات حلوين جدا، وطبعا نضاف قوي، احنا عاملينهم بايدينا. الطعم جميل جدا، اهم حاجة استخدم زيت يكون نوعه كويس، وكمان الزبدة تكون فلاحي، يعني احنا مش هناخد زبدة كتير، بس طعم الزبدة بيفرق قوي في الفطير. وهيكون جاهز معايا بالشكل ده. هنا بعد ما لفيته باسترتش وكمان بفوطة بقى طري معايا بالشكل ده خالص كده. بصوا بقى، شايفين الرقات بتاعت الفطير كده من جوه، مع ان الفطيرة صغيرة بس عامل رقات وحلوة قوي. بصوا شايفين طري ازاي. يا رب تكون وصفة النهاردة عجبتكم. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك، واللي بيشوف قناتي لأول مرة ينورني ويدوس اشتراك ويفعل زر الجرس عشان يوصل مني كل جديد. واشوفكم على خير في فيديو جاي. مع السلامة.